الكلام اللي طرحناه في الحلقة الثالثة عن خلق الإنسان، اللي هي القضية الثالثة، خلق الإنسان. خلق الإنسان في قضيتين مهمين جدا بنستدل بيهم على حتمية الوجود الإلهي. تمام. القضية الأولى وهي أن قضية التطور التي طرحت، وقلنا ان احنا يعني نؤيد فكرة التطور، ولكن ليس التطور العشوائي. تمام. ولكن التطور الذي يقف وراءه الإله. تمام. نعم، ثبت ان التطور لا يمكن ان يحدث عشوائيا، واشرنا في الحلقة الثالثة الى كتاب The Language of God، لغة الإله، لأكبر عالم بيولوجي في العالم فرانسيس كولينز، اللي كان رئيس مشروع الجينوم الأمريكي. قال: عندما درست مشروع الجينوم شعرت بخشوع رهيب لهذا التطور الذي لا يمكن إلا أن يكون بقدرة إله حكيم قادر. ده كلام فرانسيس كولينز. القضية الأولى من التطور، إذن العشوائية غير قادرة عليه إطلاقا. لو جينا للجزئية الثانية في خلق الإنسان، العقل. أنا عايز أقول لك إن أحد العلماء المسلمين اللي يؤمنوا بنظرية التطور يعتبروا من معجزات الخالق. نعم، سبحان الله. يعني أنا أرى أن نعم. من يؤمن بذلك هو يحترم التطور أكثر من الملحد الذي لا يحترم التطور ويقول أنه جاء عشوائيا. يعني هو يقول لحضرتك في قول جميل جدا، إن قدرة الله تتجلى في الخلق التطوري أكثر مما تتجلى في الخلق الخاص. الخلق المباشر. وهو دي النظريه اللي معظم طبعا المسلمين يؤمنوا بيها. نعم. تمام. ولا هنا برضه عايزين نتكلم في الحته دي في حلقات اخرى ان شاء الله. وهي مساله التطور، هل مقبول اسلاميا ولا لا؟ انا عملت عنها مقدمه المره اللي فاتت، ولكن في النهايه نقول ان طالما الواحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعنده ادلته من القران ومن السنه ولا يخالف بذلك الادله الواضحه، اذا يجوز ان الانسان يؤمن بذلك. نعم. نيجي لقضيه العقل. قلنا العشوائيه مستحيله. العقل، ألفت النظر إلى رجل عظيم جدا، سير ألفريد والاس. سير ألفريد والاس كان معاصر لسير داروين، والاثنين توصلوا لنظرية التطور في وقت واحد، لدرجة ان والاس سبق داروين شوية، ولكن داروين نشر قبل والاس. اوكي، بالظبط كده. بالظبط كده. فوالاس لما جه يتكلم عنها على انها الداروينية. اوكي. فداروين من برضه تواضعه العلمي بعت له، قال له انها ولاسيه كما انها داروينيه. ولس يختلف عن داروين في الجزئيه دي بتاعت العقل. أوكي. قال يستحيل ان العقل البشري ينشا بالتطور العشوائي من امخاخ ادنى من مخ الانسان. والدليل قدامنا، لو نظرنا الى اقرب الكائنات من الانسان وهو الشمبانزي. شوف حضرتك عقل الشمبانزي شكله ايه؟ ايوه. وعقل الانسان شكله ايه؟ فكيف هذا يحدث بالتطور؟ الشمبانزي مخلوق كاد أن ينقرض الآن، بينما الإنسان ساد الكوكب بعقله. بعد حضرتك، يعني هو حتى الشمبانزي وهو ممكن يكون هو أرقى الحيوانات من ناحية المخ أو كده، لا يتذوق الفلسفة، لا يطبخ حتى طعامه. ما فيش حتى حيوان بيطبخ طعامه أو بيحطه على النار شوية قبل ما يعني يا سيدي، المقارنة بين الأدائين مقارنة ظالمة، غير واردة، تظلم الإنسان تماما. كتاب جميل جدا برضو عجبني لكارل بوبر. بس قبل ما تنقل على ده دكتور، عايز أأكد على حاجة. إذا معنى ذلك أن ولس يختلف عن داروين في أنه يرى أن العقل لم يأتي تطورا. نعم. وإنما العقل نفخة إلهية. نفخة إلهية. نعم. عندنا احنا كمسلمين هو يرى أنه خلق خلقا مباشرا. نعم. يعني يؤمن بنظرية التطور في الجسم فقط، أما العقل فهو مباشرة عند لحظة معينة تحول المخ إلى عقل. يا سيدي، بمنتهى الوضوح الآية القرآنية: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني لا تسجدوا قبل ذلك. هو قبل ذلك غير عاقل. التسوية نعم. يمكن أن تنشأ بالتطور الإلهي الموجه. نعم. أما النفخة الإلهية نعم فلا هي العقل، أو يعني مسؤولة عن العقل، فلا يمكن في لحظة معينة. نعم. ونفخت فيه من روحي. عشان كده كارل بوبر، أستاذ فلسفة العلم العظيم في القرن العشرين، أعظم فلسفة العلم في القرن العشرين، ليه كتاب ترجمه دكتور عادل مصطفى ربنا يجازيه خير، بيقول فيها كارل بوبر، بيتكلم على القضية دي، إن نظرية تحدثنا عن أن العقل البشري والوعي البشري قد نشأ تطورا، نظرية تلجأ إلى مراوغات، والنظرية التي تلجأ إلى مراوغات معقدة لا يمكن إلا أن تكون هراء. لا كارل بوبر. مين كارل بوبر بقى تاني؟ معلش. كارل بوبر أكبر
فلسفة العلم في القرن العشرين. اكبر فلاسفه العلم، اصل في حاجه اسمها فلسفه العلم. نعم. مش ذا فيلوسفي اوف ساينس. نعم. دي فلسفه اخرى. نعم. اكبر فلاسفه العلم الفيلوسفي اوف ساينس في القرن العشرين يقول ان ايه بقى من يقول أن العقل البشري أن العقل جاء البشري تطورا من عقول أدنى منه. أيوة. فهذه مراوغة. مراوغات يعني مخادعات. والنظرية التي تلجأ إلى مراوغة ليست جديرة بالاحترام، وأنها هراء. يعني عشان حد يقول لي ان العقل جاء تطورا بالايفولوشن، ده الداروينيين. نعم. هذا هو الهراء. نعم. تماما. العقل لا يتطور بهذه الطريقه. نقارن بأقرب الكائنات منا. نعم. النقلة كبيرة جدا، نقله كبيره جدا وشاسعه جدا. هذه تلخيص للآيات التي في الآفاق وفي ما شاء الأنفس الله. كما تمام. حضرتك سألت. طيب خلينا بقى نتكلم بقى على الثلاث حلقات اللي فاتت حضرتك بالنسبه للطرف الملحد اللي كان معانا. انا عايز يعني نبدا